محمد الأول بوجدة استطاع أن ينشئ أول محطة طرقية إلكترونية بالمغرب، مشروع رائد في التجارة الإلكترونية خول له التتويج بعدة جوائز على الصعيد المحلي والوطني والدولي. هي تعتبر أول محطة طرقية إلكترونية في المغرب، بحيث كتوفر يعني واحد المجموعة ديال الخدمات اللي كتسهل على المواطن وعلى المسافر بصفة خاصة، يعني الولوج لكافة المعلومات المتعلقة بالنقل الطرقي وبالضبط نقل الحافلات. تمكن مسامي الانترنت من تتبع النقل الطرقي بين المدن مع معرفة أوقات انطلاقها ووصولها على الصعيد الوطني وإلى 7 وجهات أوروبية. المشروع خول لعصام التتويج ضمن أفضل 12 مقاولة على الصعيد الإفريقي. في البداية كان أكثر من 550 مشارك من 32 دولة إفريقية، وفي الآخر في النهائيات وصلنا ل 12 مشارك من 11 دولة إفريقية، وكان شرف لي أنني أكون أول مغربي في هذه المسابقة، وشرفني كثير أنني نحمل الراية ديال المغرب بالعاصمة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا. طموح عصام كبير في تحقيق أحلامه، الشاب الوجدي الذي آمن بفكرة وحولها لأرض الواقع رغم كل الصعوبات، يدرك جيدا أن مشوار ال1000 ميل يبدأ بمغامرة وجرأة وتحدي في أمل ومستقبل أفضل.